السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوميات عمر وسلمى. ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى طبق فتة. تاني فتة. ايوه تاني. ماما ماما ماما. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل فتة تاني فتة. ايوه تاني فتة. بقى العيش كده وهخلص تقطيعه وهوريهولكم بعد ما اخلصه. كده بالشكل ده هنبدأ بقى نقطعه قطع صغيرة، بس الرخامة تكون مغسولة ونضيفة. قطعنا العيش بالشكل الجميل دوت. نبدأ بقى نعمله ايه على النار. يلا مع بعض كده. ده حمزة بتاع كل مرة. كده كام مكعب زبدة. الزبدة بتسيح انها ما بتسخنش، يعني الزبدة نسيحها. بعد ما تسيح الزبدة هننزل عليها بالعيش. اطلع يا حمودي. نبدأ بقى كده ننزل بالعيش ونقلبه مع بعض كده. اسيب العيش يشرب من الزبدة الجميلة. وهوريهولكم بعد ما يخلص. حمر العيش كده بالشكل الجميل دوت من فوق لتحت. نقلب، بنجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. التومة اللي هي بالتومة اللي هنطشها على العيش. نحط برضو قطعة زبدة نصفرها، يعني نخليها مصفرة كده. نصفر التومة. وتصفر ونقوم حاطين عليها خل. نحط عليها شوية خل ونقوم نازلين بيها على العيش. كده التومة قربت تصفر. ايوه كده حلوة. ننزل بقى عليها بالخل ونطفي. نزلنا عليها كده بالخل. ايه، حاطين الطومية الجميلة اللي بالخل، رشينها كده عليه ونقوم كاتمينها كده. الشوربة بتغلي بالشكل الجميل دوت. حاطين فلفل اسمر وملح ومرقة دجاج وطماطمية وبصلاية وجزراية. طماطم الفتة هنحط برضو مكعبين زبدة. ومسيح هننزل عليها بالطومية بالثوم. نديها تشويحة كده خفيفة كده. نقوم نازلين عليها بالطماطم.
هنشيل برضو من التومه دي، هنشيل منها للعيش. بس كده هنشيل بقى منها للعيش، وننزل بقى بالطماطم كده. بالطماطم نحط بقى ملح وفلفل اسمر، ونسيبها بقى تتسبك. هجيب الملح والفلفل الاسمر كده، شويه ملح وشويه فلفل اسمر، ونسيبها بقى تتسبك ونعمل الرز. الشوربه بتغلي بالشكل الجميل دوت. حاطين فلفل اسمر وملح ومرقه دجاج وطماطمايه وبصلايه وجزرايه. نعمل الرز. هنحط برضو كام قطعه زبده بالشكل الجميل دوت. الزبده بتسيح بس، يعني الزبده هتسيح هنزل عليها بالرز. يعني ما الزبده تسيح هنزل، هنحط تاني قطعه تاني من الزبده. عشان في ناس بتسألني بتقول لي هي الزبدة مش المفروض تسخن اكتر؟ لا، الزبدة بتسيح بس كده الزبدة ساحت. ننزل بقى عليها بالرز الجميل اللي احنا غاسلينه. الزبدة غير السمنة، يعني السمنة احنا بنسيبها لما بتسخن وبنسمع الرز واحنا بننزله، يعني بيعمل الطشة الجميلة دي. انما دي زبدة بتسيح بس. واللحمة بتستلق. بنسيب الرز بنقلب فيه كده شويه يشرب من الزبده. بعد كده بنقوم نازلين عليه بالميه ونحط الملح. حابين تحطوا مرقه دجاج ماشي، مش براحتكم يعني. انا ما بحطش. بنجيب كده من فوق لتحت، ننزل بقى عليه بالميه. حطينا الرز بالشكل الجميل دوت. نحط له بقى ملح ولما يغلي نوطي عليه واوريكم بعد ما يستوي. نكون وصلنا لاخر حلقتنا. عملنا الطبق الفته الجميل اللي بالزبده واللحمه المحمره والصلصه الجميله والشوربه. اتفضلوا عندنا، ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك في القناه.